تخيلوا الطياره جابتني وما جابتش لي بوالزي. والله الا مشى ليا الباكاج. هاد المره كنت مسافر لدوله جديده، كلشي هو هداك، الامور مضبوطه، العيده سعيد، وكان عندي اسكال واحد في هولندا ما فيهش بزاف ديال الوقت ومع نفس الشركه، يعني الباكاج ما تاخذوش توصل للديستيناسيون الاخرى. قلت لكم العيده سعيد. طلعنا للطياره ديالنا واستمتعت بالسحب في السماء بحال راه ما خلاوش لي الباكاج ديالي ورايا. هادشي عرفتو بالجي بي اس اللي انا داير 300 كيلومتر بيني وبين الباكاج. ملي كليكيت باش نشوف لوكاليزاسيون ديالو لقيتو باقي في هولندا. شنو غندير ما غندير؟ مشيت عندهم قال لك راه بقات في امستردام، قال لك تسنى الفول ديال الجوج راه غتجي يجيبوها لي حتى البلاصه فين انا ساكن. والله اعلم. وكيفاش دابا غادي يجيبوها لي؟ انا مع كان في المود ديال عيا والنعاس مشيت بحالتي نخمر. جي بي اس قال لي راه وصلت، سنيتهم يجيبوها ما جابوش لي الفاليزه ديالي وعندي فيها حوايج. اش غدير معاهم دابا؟ سمع عوضوني، خصهم يعطوني فلوس. لقيت المطار خاوي، مطار ساد. زومبي والله ما كاين حد. بان لي نسبه الامان طالعه في هاد البلاد هادي. وباليزتي انا في الاخر لقيت واحد السيد خدام دخلني البلاصه اللي فيها داكشي اللي وصل، وخدمت الجي بي اس مره اخرى اللي وصلني لبلاصه الباليزه ديالي اللي لقيتها مهرسه. هرسوا لي الباليزه، خاصني فلوس انا. غالبا راه فلوس الباليزه كيعوضوك فيها، وحتى الا كنتي شريتي حوايج باش تلبس في داك الوقت اللي ما عندكش فيه الباليزه كتجيب لي فاكتور حتى هما وكيعوضوك فيهم. للاسف ما كنتش عارفه. بغيت نتعلم الجد زعما تعصبت. طردك ديما من كتعواج راه كتعواج. انا ما بغيتش بغيت فلوس يعني. بغيت فلوس. هادشي اللي كان. ما تنساوش تابوناو. تهلاو.